التعادل كان للنادي في المكان يستفاد منه ضربات إذا عن المرمى، لأن لم يتم استغلال المحاولة الأخيرة وستنطلق كرة أمامية بالرأس من حسين علاء، حطها في الوسط تشير كذلك هنا حسين. شوف هذه المحاولة 10 ومكان لاعب رقم كيف كتسمح لي ما كتسمحش على انه يدير المقابله. هناك لاعب يدير فتره الدور ديال ولا خصو يقوم كتنفذ اضافه باخوش الهجوم. هناك طويزه يقول الحكم خطا صالح ديت حسين علاء كيدخل علاء حسين يحافظ على الكره. بالاجانب تحقق نتائج ايجابيه كترجع للنادي القريطر الان اللي غادي يكون جا وباغي يلعب وباغي يبين هنا ان هذه الدقائق التي مرت في المتعاقبين لحد الساعه نتيجه ثلاثيه تعادل هدف هجومي لصالح الفتح. الناس ديال الفريق الفتح فهما عطاو التصريح ديالهم، والناس ديال الكره عند الرقادي تعود على حسين سقط على الارض. هناك خطا، يعود للخطا الحكم، خطا اللي ارتكبه الرقادي حتى توغل في المربع العمليات كيحاول يمر كتضيع الكره الاول. فهذه مقابلات غادي تحسب عليها في الاخير فعلا، كل المباريات في الاخير فهي يأتي في التنفيذ كرة عرضية في زاوية